الوطني المغربي شباب الأطلسي. إخواني الكرام، لأقل من 17 سنة، هذه المرة في الجولة الأولى في مواجهة تونس، وذلك برسم كأس إفريقيا للشباب لأقل من 17 سنة التي تقام بالمملكة المغربية الشريفة هذا الأسبوع. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية. وأخيرا ستنطلق كأس إفريقيا بالمغرب في أمسية يوم الأربعاء 13 من مايو إلى غاية 2 من يوليوز لهذه السنة بالمملكة المغربية الشريفة، كما قلنا الرائدة دائما في مثل هذه التظاهرات وتنظيمها بأحسن صورة. القرعة كما شفناها أوقعت المنتخب الوطني المغربي للإشارة حائز على لقب شمال إفريقيا خلال هذا الشهر الماضي، إلى جانب كل من المغرب وتونس وإثيوبيا ومصر. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إذا كنت جديد معنا في القناة لا بأس خلوا لنا تفعيل الجرس باش يوصلك دائما الجديد قناتنا، وكذلك اشتراك ولايكاتكم تحفيزا منكم لقناتنا المتواضعة. إذا هذه التظاهرات ستجرى بالمركب محمد السادس بالرباط عوض ملعب مولاي الحسن أو العربي الزولي، الجولة الأولى التي تجري بين المنتخب المغربي والتونسي في أمسية الافتتاح يوم الأربعاء 13 من هذا الشهر ابتداء من الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة المغربية الشريفة، وتنقل المقابلة على قنوات المغربية الأولى وكذلك الأرضية TNT. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على وفائكم. إلى اللقاء.